لو عندك انترفيو قريب، دول اكتر حاجتين خلي بالك منهم، ناس كتير بتقع فيهم. اول حاجه يا جماعه هي الانترودكشن، اول دقيقه في الانترفيو. اول دقيقه في الانترفيو هي اهم دقيقه في الانترفيو. في علم المحامين مثلا دي اسمها الاوبننج ستيتمنت او المرافعه. ده الفرصه او ده الوقت اللي انت بتاخد فيه الفرصه انك تقدم نفسك، انك تقول انت ليه جامد، انك تقول ناخدك ليه، انك تقول انا محتاج افرق نفسي عن الباقيين عشان عندي واحد اتنين تلاته اربعه. ناس كتير جدا في اول دقيقه بتبقى حافظه اسطمبه معينه ما فيش فيها احساس، فبتقول كلام ما بيوصلش اللي قدامك، وفي نفس الوقت ما بتقولش كلام جامد قوي. طب اعمل ايه في اول دقيقه؟ بتقول اربع حاجات: انت مين، خبرتك ايه، جاي ليه، وناخدك ليه. دول اربع حاجات، او مقدم ليه وناخدك ليه. الحاجه التانية ناس كتير بتقع فيها هي المعلبات. المعلبات اللي هي باختصار حد يكون عنده انترفيو، سواء كان مانجر، سينيور ليفل، انتري ليفل، ويخش على الانترنت ويشوف الاجابات المحفوظه المعلبه اللذيذه، ويروح رايح في الانترفيو قايلها. على سبيل المثال قول لنا ميزه وعيب فيك، فيبتدي يفكر في السقف بقى، وبعدين يجي في العيب يقول لك انا وركحوليك، انا يعني مقطع، انا مش قادر بقى، انا مش قادر، انا واهب حياتي للحياه وللشغل، ومفيش حاجه تانية عايش عشانها. طبعا الكلام ده يا جماعه ما بياكلش عيش خالص دلوقتي، كان بياكل في الثمانينات بقى، في السبعينات، لكن دلوقتي الكلام ده ما بياكلش عيش خالص. لو عندك انترفيو حضر الانترودكشن كويس جدا، لان دي اول حاجه بتقول انت مين، وبعد كده انت بقيت الانترفيو انت سؤال ورد سؤال ورد، تاخدش فرصتك، فيمكن الاسئله مش رايحه في الاتجاه اللي انت عايزه. لو عندك انترفيو خليك طبيعي، ما تجاوبش الاجابات المعلبه.